السلام عليكم. تعالي بقى يا ست الكل نعمله احلى عيش دايت في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا مش مكلفة، وفي نفس الوقت هتعملي العيش صحي وعيش دايت فعلا مش عليه اي خليط من الدقيق الابيض، ولا فيه عسل اسود ولا فيه دبس. القيمة الغذائية بتاعته كويسة جدا للناس اللي بتعمل ريجيم وحمية غذائية. العيش طري زي ما انتم شايفين كده، الدقيق الأسمر مع النخالة الحبة الكاملة، نسبة الجلوتين فيها بتبقى قليلة جدا ونسبة البروتين عالية. يلا بينا بقى نشوف الطريقة نعمله أحلى عيش في البيت. يلا بينا. أول حاجة هنا أنا جبت بولة كبيرة فاضية اللي هبتدي أشتغل عجين فيها على إيدي. معايا هنا 350 جرام من الدقيق، بما يعادل 3 أكواب من الدقيق. أنا بشتغل بالدقيق اللي هو الخمس نجوم، دقيق أسمر صحي حبة كاملة، دقيق بالنخالة الجلوتين بتاعه قليل وبروتين عالي. معايا هنا معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، وثلاث معالق كبار من زيت الزيتون أو بما يعادل 50 جرام من زيت الزيتون. وهنا معايا عسل ابيض يا جماعه، ممكن تستغنوا عنه لو ما عندكيش، اشتغلي بالسكر الابيض العادي. انا هاخد منه معلقه كبيره بالظبط على العجين، مش هاخد اكتر من كده، ولو سكر ابيض هتاخدي برده معلقه. اول حاجه هنزل بنص كميه الدقيق بتاعي، مش هنزل بالكميه كلها. انا هعمل نظام كده حاجه زي اسمها بولش عشان انشط الخميره بتاعتي، عشان احنا زي ما قلنا الجلوتين قليل في العجين فبيحتاج لخمر كويس. انا هنا نزلت بالمعلقه الكبيره من الممسوحه من الخميره، وبعد كده رحت نازل عليهم بمعلقه كبيره من عسل النحل. تمام. لو ما عندكيش عسل اتفقنا هنحط سكر ابيض عادي. ابتدي انزل عليها بالميه. انا هنا معايا كوبايه من الميه الدافيه، حوالي 225 مللي من الماء الدافي. بعد ما ضفنا الماء بقى على باقي المكونات، نبتدي بقى نخلط المكونات دي كلها مع بعض. لو مضرب سلك او بمعلقه خشب او سباتيولا عادي مفيش مشاكل. تخلطي الخليط بتاعك ده كله زي ما انت شايفاه كده، تقلبيه كده تقليبه كويسه. اهم حاجه ان الميه والدقيق كلهم يكونوا اتشربوا من بعض، يعني ما تسيبيش دقيق على الاطراف. قلبيه كويس لحد ما الخليط يبقى طري معاكي زي ما انت شايفه كده. لميتهم بالسباتيولا، وبعد كده ابتدي اغطي عليهم بالاسترتش راب واسيبهم للتخمير حوالي، لو انت في الصيف ربع ساعه تلت ساعه، لو انت في الشتاء مش اقل من نص ساعه اسيبهم يتخمروا. تمام. اغطيهم باسترتش واسيبهم يريحوا شويه وبعد كده نكمل. بعد يا جماعه ما العجين قعد معايا تلت ساعه، نبتدي بقى نشيل الاسترتش راب ونبص عليه كده. ادي زي ما انت شايفه كده الكميه بتاعته اتضاعفت، معنى كده ان الخميره نشطه وكويسه وزي الفل. نبتدي بقى ننزل ببقيه المكونات بتاعتنا بال50 جرام من الزيت الزيتون اللي هم 3 معالق كبار، وبعد كده انزل ببقيه كميه الدقيق، وبعد كده الم الخليط ده كله، المكونات دي المها بايدي. انا اهم حاجه تشتغلي بايدي كده عشان تحسي ملمس العجين تحت ايدك وانت شغاله. ابتدي بقى الم العجينه كده واعجنها بايدي بالشكل اللي انت شايفاه كده، والم الاطراف وانا شغال. ولو احتجتي ان انت لقيتي ملمس العجين بيلزق شويه في ايدك، ممكن تضيفي حوالي معلقه كبيره من الدقيق، عشان نسب الدقيق بتختلف للميه، بتختلف من دقيق لاخر. الم الدقيق يا جماعه من البوله زي ما انتم شايفين كده. اخدم العجين بتاعي كويس. المهم ان العجين بتاعي ما يبقاش فيه اي لزوجه، يعني العجين ما لو انا لمسته بايدي كده ما يلزقش في ايدي. تمام. لو حسيت ان العجين معاكي محتاج دقيق ولا حاجه ممكن تديله معلقه كمان. اهم حاجه يكون ملمس العجين بتاعي يبقى ناعم من بره كده، ما بيلزقش في الايد مع اللمس. طول ما هو ما بيلزقش مع الايد كده يبقى العيش بتاعنا العجينه بتاعتها كده تمام. وبعد كده يا ست الكل نقطتين زيت زيتون كده في البولة بتاعتنا، نمسحوا بيهم البولة، وبعد كده نرجعه العجين في البولة تاني ونغطيها برضو بستريتش راب، ونسيبها برضو لمدة تخمير كمان تلت ساعة كمان لو انت في الصيف، ونص ساعة لو انت في الشتاء. تمام. اغطيها بقى كده واسيبها تريح، وبعد كده ارجع لكم عشان نشكلوا العجينة مع بعضين. بعد ما العجين خمر يا جماعه واتضاعف حجمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اشيل بقى الاسترتش راب كده واحده واحده كده، اطلع العجين من البوله. احط الاول نقطتين زيت على الرخام عشان هشتغل عليها عشان ما تلزقش، وما ينفعش نعفر بدقيق، نشتغلوا بزيت زي ما انتوا شايفين كده عشان العجينه تبقى سهله التشكيل معانا. انزل بالعجينه بتاعتي وابتدي بقى اسحب منها كور. حجم الكوره الواحده ما تقلش معايا عن 250 جرام عشان يطلع معاك الرغيف كويس. ابتدي بقى افردها بشكل اسطواني زي ما انتوا شايفين كده، واحدة واحدة كده بإيدي. أنا محتاجتش نشابة أو فردة للعجين. أهم حاجة إن أنا أفردها بإيدي كده بشكل مستطيل شوية، ويكون حجمها كبير، يعني طولها ما يقلش عن 22 سنتي. وابتدي بقى أبرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وأقفل الأطراف بتاعتي بشكل جميل بحيث ياخد شكل الرغيف الفينو بتاعنا اللي هو العادي. أقفل من تحت كده كويس بصباعي كده، أقرص العجينة كده بحيث تقفل معايا، وابتدي أبرمها كده برمة خفيفة. والشكل بتاعها كده بقى شكل عيش الفينو بتاعنا اللي هو العادي. نجيب بعد كده الصاج بقى، نحط عليه شوية زيت صغيرين نمسحه بيهم الصاج، وابتدي بقى ارص العيش بتاعنا على الصاج. بعد ما شكلت العيش زي ما انتوا شايفين كده ببخاخة فيها مية ارش على العيش. لو انت عندك فرشة سيليكون ممكن برضو تدهنيهم برضو بالفرشة السيليكون. اهم حاجة ترش مية او تدهنيهم بشوية لبن صغيرين.
تمام. وبعد كده بقى ايه تضيف اللي انت عايزاه بقى، عندك شوفان، عندك حبة البركة، عندك سمسم، عندك بذور الشيا، اي حاجة انت تحبيها من الحبوب ضيفيها على العيش ودخليه يستوي في الفرن. اهم شيء ان الفرن يكون مسبق التسخين 200 درجة مئوي في الرف الوسطاني للفرن، هياخد معاكي بالظبط نص ساعة. وادي يا جماعة شكل العيش بعد ما طلع اهو، نبخخ عليه برضو بشوية مية كده زي ما انتم شايفين عشان العيش يفضل معانا طري. وبعد كده ايه بأي فوطة عندك تغطيه، يفضل محافظ على طراوة العيش، ما تكشفوش على طول ما هو سخن، سيبيه كده بالشكل ده كده عشان يبقى اللقمة معاكي طرية وزي الفل. العيش بتاعنا هو بالشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده، حاجة طرية بسم الله ما شاء الله. اللقمة هتعجبكم جدا. ما تغروش يا جماعة بوزن الرغيف وبشكل الرغيف ده، الرغيف ده كبير بس هو عشان التصوير مبين لكم ان هي صغيرة، لكن الرغيف رغيف كبير. يعني اساسا لو انت هتاكلي في الوجبة يعني يا دوبك تاخدي تلت الرغيف ده تاكليه. هو مشبع جدا وزي ما انتم شايفين كده الرغيف بسم الله ما شاء الله، حتى من العيش لسه سخن عمال يطلع في بخار زي ما انتم شايفين. اللبابة بتاعته طرية جدا وجميلة، مش هيفرول معاكي. بصوا شايفين قلب العيش ازاي؟ العيش بسم الله ما شاء الله انا بضغط عليه طري بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حاجة تعجبكم بإذن الله، ويا رب تنول إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.